كنت بكنس الارض. مش هتعلمني احب مصر ازاي؟ الاسم محمد ابو تريكة. تريكة كان احد اهم اسلحه جماعه الاخوان المسلمين. التهمة ارهابي القلوب. ابو تريكة الافضل. التهمة الثانية مثال يحتذى به. هتسلم عليه؟ مخصوص يعني؟ لا ما افتكرش. التهمة الثالثة رجل حين تطلب الرجال. والله العظيم لا ننصر الحق حتى لو ايه. التهمة الرابعة خفة الدم المبالغ بها. ابو تريكة انت علاقتك ايه بالجنس الاخر؟ لا مش الف لا يعني. التهمة الرابعة والخامسة والسادسة المسلم الحقيقي الذي يحتذى به. انا مرة شفتك وانت كنت واقف مع 3 بنات. حصل الكلام ده ولا ما حصلش؟ حصل في الاوبرا. لو عندي عتب على الشعب المصري هو انه ليش حضرتكم ما جبتوا لنا 10 20 30 واحد ابو تريكة؟ وانا بعرف انه في ناس اكيد فيهم الخير زي ابو تريكة، بس انا بدي من ابو تريكة نفسه هيك 20 30. اكشلي هو العتب على اهل مامة محمد ابو تريكة وابوه الله يحفظهم والله يرحمهم اذا عايشين او ميتين، انهم يعني ما كثروا من هذه السلالة الجميلة. ولا ابو تريكة له طريقة خاصة عشان يجي فيها؟ اصلا اولا انا ليا طريقتي الخاصه. طبعا طريقتك خاصة لانك وصفة مميزة. من الاخلاص ان يستوي عندك المدح والذم. وعلى الرغم انه مش هالشاب الوسيم الواو اللي يخلي البنات تلحق وراه، الا انه له عشاق من الجنسين. وفي هذه الحلقة وبمناسبة قدوم العيد كل عام وانتم بخير، جبت لكم حلقة جميلة رائعة عن محمد ابو تريكة، ايام الزمن الجميل والزمن القديم، والله يطول بعمره كمان معانا لقدام. لكن هذه الحلقة مش كروية ابدا، احنا بنحلل شخصية محمد أبو تريكة. وكمان جبت لكم شوية أشخاص سبوا وشتموا محمد أبو تريكة، وراح نحلل ليش عملوا هذا الكلام، وراح أحكي لكم كيف أبو تريكة رد على كل واحد فيهم. مش هتعلمني أحب مصر إزاي؟ لذلك إذا أول مرة بتشوفني لا تنسى إنك تعمل لي فولو، تشترك في قناتي قناة ترند أكشن، واعمل شير للفيديو فضلا لا أمرا يا إخوان. الشير عن جد بيساعد إنه القناة هذه تكبر أكثر وأكثر، لذلك شيروا الحلقة إذا بتحبوا محمد أبو تريكة. فروح اعمل شير، وفي نهاية الحلقة إذا ما عجبتك وأنا بوعدك إن راح تعجبك تقدر تشيل الشير. ومن الآن بحكي لكم الفيديوهات اللي حعرضها لمحمد أبو تريكة حتكون شوية مقصقصة، لأنه في حقوق بث. في ناس بيحكوا لي أنت بتحكي كثير أكثر بالفيديوهات. الفيديوهات حقوق بث يا إخوان ونشر، ما بقدر إن أحط منها فيديوهات طويلة، أتمنى تفهموني. الآن يلا نبدأ الحلقة. أنا محمود حمادة وهذه قناتكم ترند أكشن. يا كاتب التاريخ انا مع التاريخ، اصحى يا ابني اهو. يا عم سعفان لا ايه كلامك كده؟ لا والله يا كابتن ده انت كبرنا يا عم قسما بالله يا كابتن. نورتنا. نعمه مش الناس قد ما بتحب محمد أبو تريكة أول ما تشوفه بتبدأ تعبر عن حبها الداخلي لأبو تريكة. بس يا كابتن اصحوا معانا التاريخ. ريحه من 2006 و2008 و2010 جوايا نهارك يا كابتن. هتروق وتحلى ان شاء الله يا كابتن. هناخد لكن أبو تريكة قد ما بيخجل بيقاطع الناس أثناء ما هي بتمدحه قد ما هو مكسوف. ابو تريكة انت علاقتك ايه بالجنس الاخر؟ هذا اللقاء لمحمد أبو تريكة وبركات شفته أكثر من 10 مرات، وكل مرة بشوفه كأنه أول مرة وبضحك عليه. حلقة عادية طبعا. بركات بيسأله شو علاقتك بالجنس الآخر، على طول سكر الموضوع قال له علاقة عادية. يسكت؟ أكيد لا. أنا عندي متجوز، عندي ولدين. ثانية واحدة بص كده، ثانية واحدة. أبو تريكة من جواه أنا متجوز وعندي ولدين وسكر الموضوع يا بركات، ولكنه هو فاهم إنه بركات بيهزر، فبيبدأ يقول له أنا رجال متزوج وعندي ولدين وسكر الموضوع، خلينا محترمين مع بعض. عشان إيش؟ عشان ما يزعلش بركات. هل ابو تريكة مثلا ممكن يكون مثلا عنده صداقات مع بنات او كده؟ لا انت عارف. فكر. لا شايفين الرد؟ لا بقوة ولكن بمزح. احنا قاعدين نمزح ولكن هذا المواضيع ما فيش فيها مزح، لا وبكل صراحة. لا مش الف لا يعني. ملاحظين حكى له لا والف لا، ولما حس انه كلمة الف لا ممكن تزعل منه البنات او المعجبين، انه يعني ممكن يجرحهم فيها، قال لا مش الف لا على طول بعدها، مش الف لا بس. لما يعني تربيتي انا ما عندي قيم وعندي مش قيم عندي. لا نفس الحركة عادها كمان مرة، قال انا عندي قيم، بعدين اتذكر انه طب لو في واحد من اصحابي بيعمل هذا الموضوع يعني هو ما عنده قيم، فعشان ما زعلوش قال لا مش قيم بس. استنى بس مش قيم، اصل مش كل اللي عندهم مصاحبات. لا استنى، مش كل اللي مصاحب ما عندوش قيم ومبادئ. اصلا اولا انا ليا طريقتي الخاصه. يعني الايه صريحه وكان بيخاطب بيها الجنس الاخر، ولا متخذاتي اخدان.
على طول استشهاد بالآية القرآنية ولا متخذات أخدان. سامع يا شحرور بيه لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة بيقول الخدن هو الصاحب، وهذا الصحيح. الخدن اللي هو الصاحب، فكذلك اللي بينطبق عليها بينطبق عليه. لكن محمد شحرور شو بيحكي لك؟ الخدن الخدين عشان هم بسوريا بيحكي الاولاد خد حلو، فخد هي الخدن. الله، انا ليش نكدت عليكم في الموضوع؟ ليش اجيب سيره شحرور في حلقه فيها ابو تريكه؟ ليش الوث هذه الحلقه؟ انا مره شفتك وانت كنت واقف مع 3 بنات. حصل الكلام ده ولا ما حصلش؟ حصل في الاوبرا. اوبا، 3 بنات يا ابو تريكه ومعترف بنفسك؟ كشفناك يا خبيث. عربيتك بالظبط. الوقفه دي كانت مضمونها ايه؟ لا يعني هو اي نعم مضمونها كان واضح جدا بالنسبه لي يعني، بس انت يعني برضو ايه يعني كان ايه الموقف ساعتها؟ لا وما خد بالك انت متدين وبتاع ربنا، ما تكذبش. كانوا طالبين مني حاجه، ف يعني كنت بشرح انا مش موافق على الحاجه دي. في نفس الوقت هم طلبوا صوره بعد كده فصورت. هو غالبا البنات طلبوا مثلا انهم يحضنوه او يبوسوه، ولكن ابو تريكه قلبها محاضره. تعالوا هون، لا هذا الموضوع ما بيصير، وهذا الموضوع حرام، وانا شخص مرتبط فما بيصير هذا الاشي. فعمل لهم زي محاضره جميله، وبالاخير تصور معهم صورتين وجبر خاطرهم. وكل هذا عملوا ليش؟ لانه جنتل، بس مش على حساب دينه. بعرف لكم واحد بيخلي مرته تنحضن بس عشان يساير الناس، مع انه مسلم وبيلعب بالدوري الانجليزي، بس عادي مرته تحضن من الغرب. اصله انت عايش في امريكا او عايش في انجلترا، فلازم تتناسق وتمشي مع النسق وتخلي مرتك تنحضن من الكل. هي برضه فرق بالرجوله. بس ده اللي حصل. وتصورت مع ال3 ولا صورت مع واحده فيهم؟ صورت مع ال3. بس طب انا اسالك سؤال، هو انا لما شفتك ساعتها وناديت عليك وفضلت اغمز لك كده من وراهم، وشك احمر ليه؟ اكنك عامل عمله. لا اصل انا بنوع طبعي خجول. انا شفت انا عرفت ازاي من نوع سؤال. لا خجول يعني، ف عندي حياء. والحياء اللي فيك يا ابو تريكه هو اللي حبب الناس فيك، لانه الحياء شعبه من الايمان. ما حشكش ابو تريكه؟ طيب بمناسبة لقائه مع بركات، شو رأي بركات في محمد أبو تريكة؟ أبو تريكة أفضل لعيب كورة أنا لعبت معاه من ساعة ما بدأت ألعب كورة لحد ما بطلت. أبو تريكة الأفضل بلا جدال، بلا جدال. ده ممكن على فكرة زعل مني ناس كتير لعبت معايا ولعبت جنبي وبتاع كلام من ده، إنما أبو تريكة لعيب الكورة الأفضل اللي لعب معايا طول مسيرتي. زي ما حكى بركات، تصريح زي هيك ممكن يزعل ناس كثير من بركات. ما كان لاعب كرة قدم حريف وبس، بل كان إنسان بكل ما للكلمة معنى. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه الخلق وأعطاه الخلق وأعطاه المهارة في إنسان واحد. طيب تفتكروا ليه أبو تريكة هو الأفضل؟ أنه أبو تريكة عمل كتير للنادي الأهلي، أبو تريكة عمل كتير لمنتخب مصر. أبو تريكة لا، أبو تريكة علامة من العلامات اللي عدت، ووضع طبيعي إن مش هيجي زيه في ال 20-30 سنة الجايين، لا صعب. مش بس هيك يا بركات، لأنه أبو تريكة وقف مع هذه الأمة في أصعب مراحل حياتنا، وفي مرحلة لما أخوانه احتاجوه وقف معهم وقفة رجال وذكرهم. طالما غزة مش بخير أنا مش بخير. إنك تطلع تقول هذا الكلام يا أبو تريكة على قناة رياضية في وقت الناس جاية بتنتظرك حتى تتكلم بالكورة، هذا إشي مش سهل. 50 يوم العالم المنافق ساكت صمت. إنك تلوم العالم كله وعلى قناة رياضية، هذا إشي مش سهل. 50 يوم 20,000 شهيد ماتوا. ذكرك للشهداء أنا عارف إنه بيشرفك، ولكن على قناة رياضية ولناس جاية تسمع كورة كمان هذا إشي مش سهل. 50 يوم 8000 طفل فلسطيني استشهد. الناس جاية تضيع وقت بإنها تشوف مباراة وتستمتع وكذا، وإنك تذكرهم بالشهداء. لبعض الناس اللي ما بيفقهوا إشي إنه مش وقت هالكلام، لكن أنت عارف يا أبو تريكة لأنك شخص كبير بأخلاقك إنه هذا وقته في كل زمان ومكان. كشفناكم، غزة كشفت الجميع. إنك توجه كلام بهذه الحدة في قناة رياضية هذا إشي مش سهل. غزة كشفت عورات وسوءات العالم. الوجه الآخر من أبو تريكة يظهر أينما كان. دي القضية الوحيدة اللي في العالم الحق واضح. هو واضح إلك يا أبو تريكة لأنك إنسان بمعنى الكلمة، لكن في ناس الحق إلها مش واضح. والباطل معروف. كمان برضه هو معروف إلك، بس في كثير ناس مش معروف إلها. والله العظيم لننصر الحق حتى لو إيه. الله يجعلك دائما على هذا النهج. فلتحيا فلسطين. وليحيا أبو تريكة. فلتحيا فلسطين. كمان مرة وليحيا أبو تريكة. فلتحيا فلسطين. وللمرة الثالثة وليحيا أبو تريكة. أبو تريكة كان أحد أهم أسلحة جماعة الإخوان المسلمين. تفتكروا ليش ميدو بيكره أبو تريكة؟
كان يعلم تماما ما يفعل، كان بيوصل رسائل. ليش ميدو اتهم ابو تريكة هذا الاتهام الكبير بدون دليل؟ اولا عقدة النقص هو انك لما تشوف شخص احسن منك فتحقد عليه لانه قلبك مريض فبتتصرف تماما زي ميدو. ثانيا ميدو لاعب حريف ما بنقدر ننكر، ولكن اخلاقه مش حريفة بل كملوها. فالناس بتحب الإنسان اللي خلقها جميل، عشان هيك الله سبحانه وتعالى قال له وإنك لعلى خلق عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. فمحمد أبو تريكة جمع بين الحرفة وبين الأخلاق فدخل قلوب الناس. طيب تفتكروا أبو تريكة رد على ميدو؟ هو رد بس بطريقة أبو تريكة. مصر اللي جابت صلاح وجابت مرموش وجابت النني قبل كده وجابت زيدان وجابت ميدو وجابت هاني رمزي أبو تريكة رده أنت سيء إلي لأنه هذه أخلاقك، بس أنا أخلاقي أعلى من هيك بكثير، فبرد عليك يا ميدو بالإحسان. لكن لما معجبين أبو تريكة هجموا هجوم كبير على ميدو، خاصة إنه اتهموا اتهام كبير بدون دليل، بدأ إنه يجيب لورا. بصي، موضوع ابو تريكة موضوع شائك، لان هي قضيه لغايه دلوقتي يعني بيتم النظر فيها. انت هنا كنت ضد ابو تريكة وانت قاعد قدامي متعاطف مع ابو تريكة، انت مين فيهم؟ لا هو الاثنين يا بسمة، الاثنين في واحد طبيعي. اصل الله لا يوريكي هجوم عشاق ابو تريكة على شخص جاب سيرة ابو تريكة بالعاطل. وقابلت ابو تريكة وجها لوجه، كنت هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ مش هقول له حاجه. ايه؟ هتسلم عليه؟ مخصوص يعني؟ لا ما افتكرش. لا ارجوك يا احمد بدير سلم على ابو تريكة، لانه انت اذا ما سلمت على ابو تريكة هو ما راح يروح يعرف ينام في بيته. يا استاذ احمد بدير، هو ما في حدا حكى لك انه بيجيك الشرف اساسا انك تسلم على عم الناس؟ وما حدش حكى لك انه ما ينفعش ما تسلمش على ابو تريكة؟ ما ينفعش. في ناس بتحكي انه ابو تريكة تبع شو، لكن الحقيقة غير هيك تماما. كابتن محمد ابو تريكة يا كابتن مع احترامي لاي حد مش محتاج اللي هو كاميرا تمشي وراه او صحفي يتكلم عليه. كابتن محمد ابو تريكة ده ما حدش كان بيشوفه بيعمل معانا ايه كناشئين احنا طالعين. كابتن محمد ابو تريكة انا عارف الكلام اللي انا اقوله ده ممكن يزعل مني فيه، والله العظيم كان بيديني فلوس اوصلها الناس عندنا في الزاوية. وحياة ربنا يا كابتن. لانه الناس اللي بتحب ابو تريكة انها تطلع وتتكلم عنه بشكل جيد، خاصة انه بعد ما اعتزل، هذا اشي طالع من قلبهم، هم مش مجبرين عليه اساسا. ده راجل متربى على الاصول، ده راجل فاهم الدنيا ماشيه ازاي، راجل محترم، راجل مش مستني اي حاجه من اي حد، مش مستني كاميرا تجري وراه ولا مستني اي حاجه. بالظبط، والدليل انه مش مستني كاميرا تمشي وراه وتصور اللي بيعمله معانا. ده احنا اول ما طلعنا الناشئين كلها كنا اكتر من 14 واحد يا كابتن، جاب لنا جزم والجزمه عامله 3000 جنيه وعامله 2000 جنيه. احسب بقى يا كابتن، يعني انك تدفع تقريبا ما يقارب ال 50,000 جنيه عشان تجيب جزم للعيبه لساتها ما طلعت على وجه الارض ولا حدا شافها، وانت المفروض انه سوبر ستار يعني، فانت مش بحاجه لهدول اللعيبه الصغار. المفروض اني انا اروح اجامل واحد اكبر مني عشان يوصلنا لمكان عالي، لكن هذا ابو تريكة مش محتاج ان انا اقول حاجه، انا مش مستني منه حاجه، كفايه الاحترام بتاعه. سيبك من الكوره وسيبك الالقاب اللي كابتن محمد ابو تريكة واخدها، وسيبك اللي هو محبوب الناس ومش عارف، سيبك من الحاجات دي. الراجل ده راجل محترم، راجل متربي. صحيح، ما يميز ابو تريكة انه بعيدا عن الكره هو قدوه بحق وحقيق للناس باخلاقه وافعاله زيه. وهو كان بيكلمنا على طول في الحته دي، قول لي الكره مش دايما، مفيش حاجه دايما، اهم حاجه اللي احنا نصلي نعبد ربنا، اهم حاجه. يعني راجل محترم جدا يا كابتن. شايفين كيف لاعب كره قدم ولكنه مع اقرب فرصه بيذكر الامه وبوقف معاها، مع اقرب فرصه بينصح الشباب انه هذه الكره مش هي المغزى في الحياه، المغزى للحياه اكبر من هيك بكثير، المغزى للحياه اكبر من دوري وكاس، مغزى الحياه هي الدعوه للدين، نشر الدين باخلاقنا، معامله الناس باحسان. يعني مثلا انه ابو تريكة يروح لحارس الخصم تبعه ويواسيه بس لمجرد انه تسجل عليه جول، هذه حركه لطيفه جميله ما بيعملها الا ابو تريكة. الانسان ودي رساله للكل، ابو تريكة انسان قبل ما يكون لعيب فنان. ابو تريكة الانسان انه جمهور الوداد المغربي اللي هو مش جمهور بلدك يوقف لك ويزقف لك لمجرد انك بدك تطلع من الملعب بتبديل، هذا اشي كثير كبير. جانب مانويل جوزيه تغيير تكتيكي لاستهلاك بعض الثواني. اذا هذا هو محمد ابو تريكة يتلقى التصفيقات حتى من الانصار الوداديه. ما شاء الله مسار جميل وجميل جدا. حب الناس لابو تريكة جدا كبير، والسبب انهم بيشوفوا نفسهم في ابو تريكة. ابو تريكة الشخص البسيط اللي كان يشتغل مهنة بسيطة، تعذب في حياته واشتغل يمين ويسار وحاول وعافر لما وصل للاحتراف وحقق حلمه. تفهم في الطوب؟
طبعا انا اشتغلت في الطوب. اشتغلت في الطوب حوالي 5-6 سنين. فكل شخص مصري بسيط او غير مصري بيشوف نفسه في ابو تريكة. عندي حلم وحاب احققه، مضطر اني اتعب في حياتي واشوف المر لغايه ما اوصل زي ما وصل ابو تريكة. بقول درجت في الوظائف. الاول كنت بكنس حاجه اسمها الناس اللي بتوع اصحاب مصانع الطوب هم اللي يفهموا الكلام ده. اولا كنت بكنس الارض. ابو تريكة الانسان الاصيل اللي عمره ما ينسى اصله. الاهلي مهما تقدم له قليل، الاهلي عمل اسمنا كلنا. دائما بينسب الفضل لصاحبه. اي حد عدى جنب سور النادي له فضل عليه. لا وبيزيد كمان بنسبة الفضل. انا لولا مصر لفضل ربنا سبحانه وتعالى منتخب مصر والنادي الاهلي ما كنتش قعدت هنا. وكمان بيزيد في التواضع. وانا الحمد لله قلبي ابيض وما بشيلش حاجه كل الحد. انا بحب الجميع، اللي بيشتم واللي بيمدح. اسمح لي يا ابو تريكة، اذا انت بتحب اللي بيشتمك فاحنا بنكره اللي بيشتمك لانه احنا بنحبك. من الاخلاص ان يستوي عندك المدح والذم. ووالله انه من الاخلاص حب شخص زيك. وفي الاول وفي الاخير مش هتعلمني احب مصر ازاي. يا رجل اذا مصر نفسها بتحبك، مش هتعلمني احب النادي الاهلي ازاي. كيف بده يجي احد يعلمك كيف تحب مصر نفسها بتحبك. مش هتعلمني افيد بلدي ازاي زي ما فادتني. رسالة لاعداء ابو تريكة، تعلموا الاخلاق الحميدة منه، كونوا زيه وتشبهوا فيه، بعدين تعالوا تكلموا عنه. تعلموا منه كيف انه وقت ما الامة تحتاج موقف الك لانك شخص عندك متابعين وعندك ناس بتحبك وانت شخص مؤثر، تعلم كيف تكون وتحكي رأيك. وما تقول ابدا انه كل الارواح مقدسة او تسكت عن اخوانك اللي بموتوا سنتين وانت عندك بوزيشن او موقع او مكان لو تكلمت فيه كثير من الناس حتتوجه انظارها لهذا المكان، فتنصر اخوانك بس بلسانك. تخيل بس بلسانك. بس انا بعذره صراحه اللي بتكلم عنه لانه كان مشغول بحفله الكريسماس. انتم عارفين الكريسماس اهم بكثير من غزه واللي بيصير فيها. وبالاخير كل انسان بيمثل نفسه. اذا حسيت انه هذه الحلقه كانت ممتعه وانبسطتوا فيها لا تنسوا تشيروها لكل الناس اللي بتحبوها، لانه الشير عن جد بيساعد في رفع القناه. في امان الله.